السكر النوع التاني وكيفية ان احنا هنتخلص منه نهائيا 100%. السكر النوع التاني هو سكر نتيجة استخدامك للإنسولين كتير قوي في جسمك. انت جسمك فيه انسولين، ده هرمون ربنا خلقه في جسمك عشان يستخدم السكر اللي انت بتدخله من الفم، ياخده يدخله للخلية عشان يديك طاقة. طيب انت بدأت تدخل سكر كتير كتير عن طريق سكر، نشويات كتير، بقوليات كتير، فبيبدأ الانسولين يشتغل كتير. كتر ما بيشتغل كتير ويروح على الخلية، يفتح الخلية عشان يدخل السكر، خلاص تعب. فحصل عندك ايه؟ انسولين ريزيستنس، وحصل عندك ايه؟ سكر تايب 2. فبقى التراكمي بتاعك في السكر وصل ل6.5 فانت كده وصلت لايه؟ لمرحلة السكر تايب 2. المفروض ان انت تبقى من 4 ل5، ده الطبيعي. طيب اعمل ايه يا دكتور؟ لازم عندك عزيمة. اول حاجة، اما حد يجي يقولك خلي السكر صاحبك، لا انا صاحبه ليه؟ ده صديق سوء. انا ايه اللي يخليني اصاحب السكر؟ السكر صديق سوء. اوعى تخلي السكر صاحبك ابدا. اوعى تحس ان انت مش قادر تستغنى عن السكر في يومك. السكر ادمان. انا يا جماعه بكلمكم دايما عن السكر، ده ادمان وده سم موجود بيدخل لجسمك، انت بتدخله بنفسك. مش هتحس بدوت الا لما تلاقي بعد كده نفسك بقى عندك مرض سكر تايب 2، بقى عندك مشكلة في الأعصاب، تنميل في الجسم، الكلى بتتعب. ليه نوصل لكل المراحل دي؟ أنا ممكن ننظم أكلنا بالعزيمة، بالمشي، نمشي كل يوم نص ساعة، نظبط نومنا، النوم يكون من 6 ل8 ساعات، ولازم تخش في الديب سليب كويس. تالت حاجة، أمنع التوتر، أهدى. ده طبعا بيخليك وانت هادي الكورتيزول قليل، تلاقي نفسك مش محتاج ان انت تروح تاكل سكريات كتير. كل ما كان اعصابك هاديه وجسمك هادي ومستقر، بتلاقي نفسك ما بتجوعش بالسهوله. كل ما بتاخد البروتين بتاعك والدهون الصحيه بتاعتك بالكميات المظبوطه، بتوصل لمرحله الشبع وما بتحسش ان انت محتاج تلخبط وتعك وتبوظ في الاكل. في مشكلة ان انتوا بتاخدوا بدايل كمان صناعية للسكر، دي بتجهد البنكرياس اكتر من السكر كمان الابيض. المايونيز، الكاتشب، الصلصة، كل الحاجات دي ممنوعة. الفواكه المجففة، الفواكه العادية هي مليانة سكر. انا ما يعني هي جميلة جدا للناس اللي ما عندهمش سكر، بس اوريدي انت جالك سكر، فمش هينفع ان انت تاخد بقى ايه، تمر كتير، تقعد تاكل مانجا بالهبل. الكلام ده مش هينفع. يعني فيتامينات وجميلة ومغذية وكل حاجة، بس خلاص انت لما تخف بقى من السكر تبقى ترجع تاكل تاني بكميات معقولة. لكن دلوقتي لازم تمنع خالص علشان تعالج السكر تايب 2 اللي انت دخلت فيه. وده اقل حاجه في علاجه هياخد من 3 ل 6 شهور. يعني لازم تقعد من 3 ل 6 شهور ملتزم بالنظام الغذائي بتاعك، بنومك، باكلك، بشربك، بمشيك، بتوترك. لازم يكون عندك عزيمه ان انت تخف منه عشان ما توصلش لمرحله كمان اعلى منه وتوصل لمرحله سكر تايب 1. هتمنعي كمان ايه؟ البطاطا، البطاطس، البقوليات، العيش، الشوفان، المكرونه، النشويات. النشويات ممنوعة خالص. طيب انا خلاص منعت الاكلات ديت، ودلوقتي عايزة اتكلم بقى في الحلول. طيب ايه الحل؟ انا جالي سكر تايب 2. قبل ما اروح على الدكتور انا ممكن اجيب من الصيدلية الكروميوم واخده وامشي عليه، هيحسن جدا 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 من السكر. الكروميوم بيخلي الخلايا متعطشة ان هي تسحب السكر من الجسم، بيعالج حساسية الانسولين، ممتاز. وموجود كمان في الجرجير بكمية كبيرة. كل يوم اطبخ بامية واكل حتى لو 3 باميات في اليوم. البامية ممتازة جدا. يبقى الكروميوم، البامية، الجرجير، القرفة سحرية في مرض سكر تايب 2 في علاجه. لو التزمتي كل يوم ان انت تعملي لنفسك كوباية قرفة وتشربيها، هي ممتازة جدا، هتعدل معاكي سكر الدم. ممتازة ممتازة. خل التفاح، بس خل التفاح لما نيجي نشربه بنخففه على ميه وبنشربه بالشاليمو عشان ما يتعبش اسناننا. ربنا خلق لنا الانسولين في الجسم، هو هرمون مش عشان يأذينا، علشان ياخد السكر اللي بيخش من الفواكه، من الحاجات الطبيعية الصحية اللي احنا بناخدها، ويفتح الخلية
ويدخل الخلية السكر دوت ويديكي طاقة تقومي بنشاطاتك اليومية، مش علشان تقعدي تديله من بره سكر ابيض ونشويات ومكرونه ومحشي ومكرونه بالبشاميل وتتعبيه قوي زياده عن اللزوم، فيحصل عندك بعد كده مرض السكر. كل حاجه ربنا خلقها لنا لو استخدمناها بالعقل عمرنا ما نمرض ابدا. ربنا ما خلقناش نمرض ابدا، ربنا خلقنا معافين، ولازم نحافظ على النعمه دي اللي ربنا اداها لنا. جسمنا، هرموناتنا، طاقتنا، لازم تبقي دايما طاقتك عاليه. انت لما هيجيلك مرض السكر هتحسي ان انت تعبانه، هتحسي ان انت هتخسي، هتحسي ان بعد كده هيحصل معاكي امراض اكبر من كده بقى. يعني بيحصل بعد كده فشل كلوي، بيحصل بعد كده الاعصاب بتتلف، وبيحصل تلف في الاعصاب بالذات الطرفيه. يعني تحسي الايدين والرجلين والشفايف منملين، تقولي انا يعني انا مش حاسه بجسمي. طب انتي الموضوع سهل، بدل ما توصلي لهذه المراحل الكبيرة، ما انا من الاول امنع الحاجات النون هيلسي اللي انا باخدها وبزود فيها زيادة عن اللزوم. انا مش همنع معاكي الفاكهة على طول ولا التمر على طول، انتي بس فترة العلاج اللي هي من 3 ل 6 شهور همنع معاكي الحاجات ديت، وبعد كده هرجع ادخلها لك بكميات حلوة ومناسبة، لان جسمك اوريدي محتاجها. بس انتي حاليا عشان تتعالجي لازم تمنعيها. تمام. لازم 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 تشيلوا النشويات خالص خالص خالص. يبقى اول حاجه هتبقى ايه؟ زيرو نشويات، زيرو سكر ابيض، ممنوع الفواكه. هتاكلي ايه؟ هتتبعي كيتو جينيك دايت. الكيتو سحري في علاج مرضى سكر تايب 2. انت هتاخدي البروتين والدهون. البروتينات والدهون هتديكي طاقه عاليه جدا، اعلى من الطاقه اللي بتاخديها من السكر الابيض، عن طريق الدهون اللي بتاخديها الصحيه. الدهون الصحيه، ما اتكلمتش عن الزيوت النباتيه، دي مش صحيه. يعني هتاخدي البروتين بتاعك من الفراخ، اللحمه، السمك، الكبده، التونه، البيض. هتاخدي الدهون بتاعتك من السمنه البلدي، الزبده البلدي، زيت الزيتون. خدي اكلك الصحي عشان تتعافي من المرض نهائيا. وصدقوني لو اتبعتوا التعليمات دي هتوصلوا للشفاء 100%. كل الناس على مستوى العالم دلوقتي اتعالجوا من مرض سكر تايب 2 نهائيا، وبطلوا ياخدوا الجلوكوفاج خلاص. وما فيش حد على مستوى العالم غير هنا اصلا، يعني بعض دكاتره بس طبعا، يعني ما احبش طبعا اتكلم عن حد، بس طبعا غلط انهم يدوا انسولين لمرض تايب 2 سكر. هو مش محتاج كده، هو اوريدي عنده اصلا انسولين في جسمه، يديله ليه انسولين من بره؟ هو عنده انسولين بس انسولين ضعف من كتر الاستخدام. فانا بعمل ايه؟ بريح الانسولين شويه عشان يرجع ايه؟ الجسم يشتغل بكفاءه من تاني، ويرجع ايه؟ يشتغل الانسولين من تاني، يفتح الخليه، يخش السكر للخليه من جوه، يديكي طاقه. ف يعني ان انا اعالج مرض سكر تايب 2 بالانسولين ده جريمه، بجد جريمه. كان معاكم النهارده دكتور شيرين ابراهيم ناصر. اتمنى اكون فدتكم وهفيدكم دايما. وقولوا لي مين كان مرض تايب سكر 2 عنده وخف بالتغذيه العلاجيه في التعليقات، واللي محتاج اي سؤال يكتب لي في التعليقات تحت. واعملوا لي سبسكرايب على القناه وفعلوا الجرس، وافيدكم كل يوم بفيديو جديد باذن الله.